يلا بديتي يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميع المتتبعين والمتتبعات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. يكون هذا الفيديو من الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنسوش ديروا واحد لايك وديروا واحد الكومونتير يكون زوين بحالكم. وشكرا لكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نقدم معكم وصفه للشعر اللي كتحبس الشعر من التساقط وكترطبه. وصفه زوينه. هنا كما كتشوفوا عندنا زيت المائده. كما كتعرفوا راه زيت المائده زوينه بزاف حتى هي للشعر. وعندنا القرعه فاش غنديروا. هنايا عندنا الزريعه ديال الكتان، كما كتعرفوا الفوائد ديالها للشعر زوينه كترطبوا. عندنا هنا زريعه البصله كما كتعرفوا زوينه للشعر. عندنا الجنجلان حتى هو زوين للشعر، عنده منافع. هاد الاعشاب كلهم عندهم منافع للشعر بزاف، كيغديو الشعر وكيطولوا الشعر وكيرطبوه. والله وصفه مجربه وزوينه بزاف للشعر، نتمنى تعجبكم. كما قلت لكم عندنا الزيت المائده اللي ما كتعرفوا اللي ما عندوش الزيت البلديه يدير زيت المائده. حنا في الدار عندنا حيت ما كاينه الزيت البلديه كتعوضيها بزيت المائده حتى هي عندها منافع للشعر. عندنا دي كميه ديال الزيت، عندنا قريعه صغيره، عندنا زريعه الكتان، عندنا زريعه ديال البصله. زريعه البصله راه كتباع عند العطار اللي بغى يشريها. عندنا الجنجلان، هادو كلهم غنقبطوهم كما كتعرفوا. غنقبطوهم وغنطحنوهم ملي غنطحنوهم غنهرمشوهم واحد شويه، ماشي يطحنوا غير يتهرمشوا. وغنضيفوهم في القريعه ديالنا وغنضيفوا عليهم هاد الزيت ونسدوا عليهم فين ما بغينا. حيت ما تخافوش منهم، واخا تباتيو بهم ديروش الزيت لشعركم دهنوه عادي بحال كدهنوا كما كدهنوه باي زيت هكا في الايام العاديه، واخا ما تغسليش حيت ما فيهم لا ريحه لا والو. دوشي دهني شعرك وتخلي الزيت فيه، واخا تبقى فيه ماشي مشكل حيت ما فيها حتى شي حاجه مضره. كلهم هاد المكونات كلهم زوينين للشعر وصحيين. راه كناكلوهم ماشي زعما خايبين ولا شي حاجه. نتمنى يعجبكم، وانا غنهرمشهم ونرجع معكم. مرحبا بكم. هيا من بعد ما هرمشنا كيجي على هذا الشكل هكا مهرمش مزيان. المهم باش يطلق هذا ديالو. من بعد غنطيفوه في هذه القريعه هي كما كتشوفوا. غنعمروه هنا في القرعه ديالنا. هذا كلشي هادشي اللي طحنا. هنا بعد ما درناه في القرعه هكا كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. ها هو كيجي مهرمش هكا. كديروا على هاد القرعه في هاد القرعه عفوا، وغنخوي عليها هاد الزيت. القياس اللي غتهزينا ديال الزيت شفتو هنايا بعد ما درنا فيها الزيت بحال هكا. الكميه ديال الزيت هنايا غنديروا عليها الغلاقه ديالها وغنصاوبوها. هنايا ندير نضيف عليها الغطيه ديالها. ها هي كما كتشوفوا نسدها مزيان. ها هي شفتوا. ها نتوما شوفوا كي كتخلط داكشي كيتخلط كيولي على هذا الشكل. نتمنى يعجبكم وديروا اللايكات وتشتركوا في القناه الى عجبكم الجديد. ومرحبا بكم الخوت والخواتات. نتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها لوليداتكم. اي واحد كيتسقط ليه الشعر البنيتات ديالو يدير لهم هذه الوصفه،
راه زوينه بزاف ومفيده للشعر. كما قلت لكم راه زريعه الكتان معروفه الفوائد ديالها للشعر، والجنجلان حتى هو عنده فوائد كبيره للشعر وكاع الاكل وكل شيء. هذا زريعه البصله، راكم عارفين البصله الزريعه ديالها مفيده حتى هي. بها باش كنغرسوا البصله وكنحرسوا البصله وكناكلوها كلهم. المنابع ديالهم زوينه بزاف، ما تخافوا من حتى شي حاجه. راه يشربوا هاد الوصفه راه غادي تعجبكم وتكون من الاعجاب ديالكم، وتكون ان شاء الله تكون في الرضا ديالكم. الا جربتوها ما غاديش تندموا عليها. والزيت المائده راه كتعرفوا ما عندكم مناش تخافوا منها. الزيت ديال المائده راه زوينه حتى هي للشعر. راه الشعر ماشي ضروري دير الزيت البلديه عاد تقول الشعر. زيت روميه حتى هي راه عندها واحد الفوائد للشعر حتى هي زوينه. كلهم هاد الوصفات ماشي مضره، كلهم زوينه وصحيه للشعر. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الى عجبكم ديروا لايك واشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل هو جديد. وما تنسونيش من البصيمات. جزاكم الله خير الخير ومع السلامه. استودعكم الله لا تضيعوا. نتوما في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده. هذه الوصفه ديال الاخت ديالي هي اللي كتصورني، اللي عطاتها لها واحد السيده وجربتها ولقات بها. يلا تهلاو ليا في رياسكم ومع السلامه. ما تنسونوش من اللايكات.